أقيم منذ أيام الملتقى المصري السعودي الأول للفن التشكيلي، وأقامه أتيليه العرب للثقافة والفنون. هذا الجسر للتواصل الثقافي بين مصر والسعودية في الفن التشكيلي. هذا هو موضوع هذه الفقرة من حدوتة مصرية، ويسعدنا أن يكون معنا الفنان والناقد التشكيلي هشام قنديل. أهلا بحضرتك. كما أرحب بالفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية، كيف جاءت فكرة الملتقى ولماذا تم اختيار السعودية؟ تمام. هي الحقيقة يعني فكرة قديمة أصلا من أساس، مش وليدة اليوم، يعني هي امتداد لأفكار سابقة قديمة جدا جدا على مدار يمكن 30 سنة خلال عملي في المملكة العربية السعودية كمدير لعدد من المؤسسات الثقافية. فكنت دايما متواصل مع الحركة التشكيلية المصرية، وفعلا خدنا فنانين مصريين كبار زي احمد نوار وفرغالي عبد الحفيظ وعادل السي واقمنا لهم معاهم، فكان في تواصل دائم. اما جيت عملت اتيليه العرب للثقافه والفنون في مصر، هو امتداد لاتيليه جده في المملكه العربيه السعوديه. كان من الطبيعي بحكم يعني العمل في السعوديه نوع من رد الجميل ان ابدا ان هو المسمى اتيليه العرب، وابدا بالفنانين السعوديين، ملتقى الفن المصري السعودي اولا، ولكن طبعا في القادم هيكون عراقي، هيكون سوري، هيكون لبناني، هيكون ملتقيات عربيه بشكل دائم جدا. في السعوديه مؤسسه نسمه، وهي شركه عالميه جدا، شركه عالميه، وهي كانت يعني تعاونت معنا في اخراج هذا الملتقى بالشكل المأمول. مجموعه من الفنانين التشكيليين السعوديين، واحنا مجموعه من الفنانين التشكيليين المصريين، بس احنا طبعا نمتلك الخبره اكثر بحكم ان الحركه التشكيليه المصريه طبعا يعني تجاوزت اكثر من 100 عام، وهي اقدم حركه تشكيليه عربيه في العالم العربي. فكان الفنان السعودي لابد ان يستفيد من خبره ومهاره وحنكه الفنان المصري. فبالفعل حضر فنانين مصريين هذا الملتقى، واستفاد الفنان السعودي من احتكاكه بالفنان وتبادل الثقافة التشكيلية السعودية مع الثقافة المصرية، فضلا يعني ان الملتقى بيعكس طبعا عمق العلاقات المصرية السعودية على مدار أعوام كثيرة. وأقيم الملتقى بالفعل، ومن الاشياء الجميله ان في فنانين كبار زي الدكتور مصطفى الفقي والدكتور احمد نبيل سليمان وطه القرني والدكتور طارق القومي حرصوا على الحضور والتواجد في الملتقى، سواء منهم من رسم، وكان معنا الاستاذ احمد عبد الجواد ورسم امامهم، او القى محاضره عن الفن التشكيلي او تاريخ الفن التشكيلي العالمي او العربي. الدكتور مصطفى الفقي فنان تشكيلي؟ الدكتور مصطفى الفقي طبعا واحد من اهم الفنانين التشكيل المصريين، طبعا غير مصطفى الفقي السياسي. غير مصطفى الفقي السياسي. انا تصورت انه الفقي السياسي. مصطفى الفقي هو استاذ دكتور في كليه فنون جميله ومن رواد الحركه التشكيليه المصريه. نعم. عذرا لهذا الخلط، يعني تشابه اسماء. نعم، تشابه اسماء. انا قلت بدم يعني لانه رئيس مكتبه اسكندريه دلوقتي، فهو معني بالشان الثقافي، ويحمل طبعا بالشان الثقافي. نعم، نفس تم تكريم الفنان احمد عبد الجواد. مبروك يا فندم التكريم خلال هذا الملتقى. كيف ترى هذا التكريم؟ والله هو طبعا الواحد بيشارك في ملتقى كبير زي ده، يعني يمكن في احتكاك عربي كويس، وفي طبعا زملاء كبار زي الدكتور احمد نوار ومجموعه الاسماء اللي ذكرها الاستاذ هشام. فده في حد ذاته تكريم، يعني في حد ذاته ان احنا نشارك في ملتقى كبير ويبقى في حركه تعتبر عربيه متمثله في فنانين سعوديين على اعلى مستوى، يعني فنانين كبار وليهم اسمائهم. فهو ده تكريم. بس هو الاستاذ هشام يمكن سن حسن، يعني ان هو يعني الفنانين لما المشاركين لازم ينولوا حظهم في التكريم بشكل لائق، يعني فابتدى يعني يعمل شهادات تقدير ويعمل دروع، وفي نفس الوقت كمان التكريم ان اتعمل معرض كبير جدا ومستواه عالي جدا في المؤسسه من خلال انتاج اللوحات اللي هي اتعملت في ورشه العمل. وكمان التكريمات دي بتدي دافع كويس جدا لاي فنان ان هو يبقى على قد الحدث، وان هو يقدر يمثل مصر فعلا تمثيل مشرف، يقدر يحتك بالفنانين المشاركين بشكل ايجابي. ممكن بيبقى في دعوات من داخل الملتقى
لزيارة المملكة العربية السعودية، برضه الملتقيات تاني بينظمها برضه الأستاذ هشام. ففي حد ذاته يمكن جاليري جدة هو كان بيعمل معارض تشكيلية للفنانين المصريين، بس يعني يمكن برضه كان في دعوة ان هو يعمل نفس الحدث ده في السعودية، يبقى في ورش عمل لفنانين مصريين بجانب الفنانين السعوديين. يبقى هنا في حاجة كويسة بيستفاد منها الفنان المصري، واحنا عموما يعني ايا كانت الاسماء، ولكن المردود الثقافي بيبقى عالي جدا، خصوصا المتلقي اللي هم الناس. يعني يبقى احنا في حي زي حي كبير زي حي المهندسين اللي هو اتعمل فيه الملتقى اللي هو اصلا في المؤسسة، الناس نفسهم اللي حوالين الشوارع اللي حوالينها والناس، يعني يمكن كان عرس ثقافي فني كبير جدا، والناس مبسوطة جدا ان هي تبص، ويجيبوا الاطفال بتوعهم يجوا يبصوا على الفنان انه بترسم. ده في حد ذاته اعجاز وانتصار كويس. يعني في نفس الوقت كمان الحي لما بيلاقي حاجة زي كده بتلاقي في منارة وفي ضوء ثقافي عالي جدا. كمان ذوق الناس هيختلف، واحساسهم بالفن التشكيلي هيعلى اكتر، لان ان بدل ما يروح قاعات كبيره او هو يحس ان القاعات دي يمكن هيلاقي فيه معاناه ان هو يروحها او بعيده، لكن هيلاقي ان الجاليري ده جوه الحي بتاعه، فبيخدم الحي حوالين الحي، فبتبقى حاجه جميله جدا. يعني انا لما الطفل بيبص ويشوف المعارض الخاصة، خصوصا بيبقى في معارض في الجاليري، معارض كبيرة وكبار الفنانين المصريين معارضين فيها، فهو بيحس ان هو يبقى ده هدف وعنده امل ان هو يغير الشكل الثقافي الحكومي. ده مهم جدا، ان هو احنا بلاد العالم كله يمكن ما فيهاش وزارة الثقافة، لكن هو بيبقى في مؤسسات ثقافية بتقوم بالدور ده، وبتشيل العبء برضو عن الحكومة المصرية ان هو يكلف معارض او يكلف بامفلت او طباعة حاجات. لكن الجاليري انا بحس ان فيها المؤسسة بتطبع يعني مطبوعات راقية جدا وعالية جدا لفنانين، بيعتبر الفنان ما بيدفعش حتى ايجار لقاعة العرض، بالعكس هو الفنان بيتعمل له كتيب راقي جدا وكتالوج على اعلى مستوى. ده في حد ذاته تكريم للفنان. فانا بحس برضو ان الحركه التشكيليه اللي بيعملها الفنان هشام قنديل، ان هو حتى بيعمل معارض للفنانين وبيعمل مسابقات للفنانين الشبان. يمكن الجوائز بتوصل اكتر من 100,000 و200,000 جنيه. يعني يمكن الفنان الصغير بيبقى جائزة كبرى بينها كانت 100,000 جنيه تقريبا. يعني عايزين نتكلم عن الملتقى ده. هل الملتقى ده بيتضمن مسابقة؟ يعني هل يعني احنا عرفنا ان في تكريمات وتكريم الفنان التشكيلي احمد عبد الجواد، هل هناك مسابقات وهل هناك مشاركة مشروطة في هذا الملتقى؟ نعم، هو بالنسبة للملتقى ده ما كانش فيه مسابقة، هو كان ملتقى عبارة عن ورشة فنية رسم الفنانين أعمال، وكل فنان ما كانش موضوع محدد، كل فنان اختار موضوعه حسب ما يرى، سواء كان فنان مصري أو فنان سعودي. كان طبيعي الفنان السعودي يرسم عن البيئة السعودية، والفنان المصري برضك هو ابن بيئته يرسم عن البيئة المصرية. التقاء الثقافات في حد ذاته ده شيء إيجابي جدا جدا للفنانين. ولكن الاتيليه العرب للثقافه والفنون بينظم مسابقات للشباب، يعني عاملين مسابقتين مهمين جدا. يعني احنا عاملين مسابقه الشاعر العربي الكبير محمد عفيفي مطر للشعراء العرب الشباب تحت ال 35 سنه، وبلجنه من كبار الشعراء العرب ودكتور شاكر عبد الحميد ومحمد حربي وجمال قصاص ومحمد عيد ابراهيم. ده كبار شعراء مصر بالضبط، قامات شعرية كبيرة ونقاد أيضا. والجميل أن المسابقة شارك فيها، يعني كان عليها إقبال رائع جدا جدا. تقدم المسابقة 100 شاعر عربي من مختلف الدول العربية، سواء من سوريا أو من مصر أو من فلسطين أو من لبنان أو من العراق. وتم خلال الأسبوع الماضي لجنة الفرز اختارت 30 شاعر عربي هيدخلوا الفرز الأخير بقى لاختيار 3 شعراء يفوزوا بجوائز المسابقة اللي هي قيمتها 100,000 جنيه.
والأتيليه سيتولى أيضا طباعة الدواوين الفائزة بهذه المسابقة. الجانب بقى اللي هو الآخر أن احنا على هامش المسابقة عاملين منتدى تشكيلي أو ملتقى تشكيلي آخر عبارة عن قراءة شعرية في أعمال الشاعر عفيفي مطر. وطبعا معروف ان الشاعر عفيفي مطر كان شاعر يعني من شعراء العرب العظام، وشاعر كان صعب، يعني صعب التناول. كنت لسه هقول لحضرتك دلوقتي ان الفنانين التشكيليين عندهم مهمه صعبه جدا، هي فك القصيده الصعبه لعفيفي مطر. جميل جدا. وهنحاول بقى فك دي ان احنا جايبين قبل الملتقى مجموعه من الشعراء والنقاد هيقوموا بقراءة لقصائد عفيفي مطر أمام الفنانين التشكيليين. ده زي ورشة لفتح بالظبط. فتح قراءات للقصيدة. القصيدة بنقول يعني إذا كان هو كان متهم إنه شاعر الغموض أو في غموض في شعره، ولكن طبعا كان غموض موحي. ولكن من يقترب من عفيفي مطر هيلاقي إن شعره يعني سهل جدا جدا يعني. طب ده حضرتك المفروض تبقى دعوة عامة لجميع القراء، لجميع المتذوقين للشعر والفن التشكيلي بالظبط، عشان دي مهمة، لأن فعلا انفصال الشاعر مهم زي عفيفي مطر كتير جدا بيعجزوا عن تلقيه. جميل جدا. هو ده الشيء اللي يعني احنا ممكن كان في شعراء طبعا يعني سهل تناولهم، مثلا زي نزار قباني، فاروق جويدة، ولكن عفيفي مطر يعني هو شاعر طبعا يعتبر شاعر من رواد الحداثة، ومعروف انه هو يعني كان لغته صعبة جدا جدا يعني جدا. فاحنا ابتدينا بالشيء الصعب، يعني ان احنا ابتدينا، ولكن في القادم ان شاء الله هيكون في بردك امسيات تشكيلية قراءة في اشعار اخرين زي أدونيس، زي امل دنقل، زي عبد المعطي حجازي، زي بدر شاكر السياب، زي نازك الملائكة، كل الشعراء العرب. واحنا طبعا يعني التوجه زي ما حضرتك شايفه ان هو توجه عربي بحت، يعني ان احنا بنتكلم عن العرب باعتبار ان مصر يعني كانت وما زالت هي قلب الامه العربيه ونبض الامه العربيه، وان يعني هي يعني المكان الحقيقي لولاده الفن وكل الفنانين على مدار العقود الطويلة في كل المجالات، سواء في المسرح، سواء في السينما، سواء في الفن التشكيلي، سواء في التمثيل، كلهم كان ولادتهم من مصر العربية. مصر اللي كان فيها أسمهان، وكان فيها فريد الأطرش، وكان فيها نجيب الريحاني العراقي، وكان فيها يعني حتى إذا بحثنا عن جذور محمد عبد الوهاب جذور شامية في النهاية. فمصر هي يعني هي قلب العالم العربي، ولا بد من عودة يعني دور مصر العربي من جديد. الدور اللي هو تلاشى في السنوات الأخيرة لابد أن يعود وبشكل أقوى، لأن ده الدور الحقيقي لمصر. لأن شفنا يعني في الأعوام اللي فاتت ان اضمحل يعني الدور المصري وكده. لا، احنا كجانب مؤسسي صغير احنا لابد من عودة الهيبة المصرية من جديد، سواء في الفن التشكيلي، ولابد من عودة الملتقيات الكبيرة اللي احنا بننادي ان تعود من جديد، مثل بنان القاهرة الدولي وترينالي القاهرة الدولي وترينالي الجرافيك، وكل الملتقيات الثقافية الكبيرة التي كانت تقام في عهد الدكتور أحمد نوار أو محسن شعلان قطاع الفنون التشكيلية. لابد من عودتها مرة أخرى من جديد، سواء عن طريق الدولة قطاع الفنون التشكيلية، وقطاع الفنون التشكيلية ممكن أن يتعاون مع المؤسسات الخاصة الداعمة، يعني ممكن البنوك أو القطاع الخاص، ويدعم إذا كانت الدولة يعني مواردها الآن يعني محدودة أو كده، فممكن القطاع الخاص يقوم بدور في هذا الشأن. هناك حلول لإقامة مثل هذه المهرجانات لعودة البناء للقاهرة من جديد، لأنه غاب عن غاب وترك فراغ كبير، بالفعل، وتأثيره مهم جدا، وعلاقة مع العالم يعني انفصلت مهمة جدا. يعني الفن والمجتمع محور مهم جدا في الفن التشكيلي. أستاذ أحمد، كيف يعني في خلال هذا الملتقى كيف طرح التشكيليون من مصر والسعودية قضاياهم، وكيف كانت مرتبطة بالمجتمع أم هي قضايا فنية خالصة؟ لا، هي طبعا مرتبطة بالفن عموما، مرتبط بالمجتمع. ففي قضايا كتيرة جدا أثروها طبعا الفنانين التشكيليين، إن هو انفصال الفن التشكيلي أو الفنون التشكيلية بالذات عن المجتمع.
وبتحس ان فعلا الفنان تشكيلي منعزل على ده دور كبير جدا. الفنانين عايزين ياكدوه ان لا، مفيش فرق كبير ما بين الفنان التشكيلي وما بين المجتمع اللي هو بيعيش فيه. ده مهم جدا، خصوصا لما نقدر نقول الفن التشكيلي ملتحم اصلا بالبيئه، يعني كل واحد مرتبط بالبيئه بتاعته. يعني مثلا احنا بنقول في بعض قضايا ان احنا كان مقترح الاستاذ هشام بيقولوا ان احنا عايزين نعمل ملتقى كبير جدا في جنوب مصر، وده في حد ذاته حاجة يعني تتحسب كبيرة جدا، ان هو يقدر يعمل ملتقى عربي كبير ويبقى فيه ممثلين في الفن التشكيلي في جنوب مصر زي أسوان. بيئة خصبة، يعني عموما البيئة الجنوبية هي بيئة الفن، ويمكن المعابد والمعابد الكبيرة ونفس المناظر والنيل في حد ذاته هي لوحة تشكيلية مفتوحة. يعني المعابد نفسها في حد ذاتها فنانين تشكيليين عرب بيجوا يشوف حضارة مصر، بيبقى هنا في تلاحم كبير جدا، وحسوا فعلا ان الفن المصري هو ابو الفنون اللي هي علمت مصر العالم كله الفن. يعني 7000 سنة حضارة، ده شيء عظيم. ولما يبقى في ملتقى جنوبي بيشمل كل الفنانين العرب على مستوى عالي جدا في الاختيار، والبيئة بالنسبة للبيوت النوبي، حتى المجتمع هنا بقى بيبقى ممتاز، ان المجتمع بيتفاعل. يمكن الاطفال النوبيين او القرى النوبيه والاسوان عموما لما يبقى في فنانين تشكيليين بترسم جوه القرى نفسها، فده في حد ذاته حاجه عظيمه. المعرض لما برضه ورشه العمل تخلص بيبقى في معرض كبير جدا، وفي نفس الوقت كمان الثقافة كهيئة قصور الثقافة ممكن المعرض يتعمل في قاعات العرض، ويبقى المعرض طواف، يعني ما يبقاش بس أسوان، لا ممكن يبقى طواف لحد القاهرة. يعني كل الانتاج الورشة بدل ما يبقى خزين المخازن او يبقى موجود جوه المخازن، لا يبقى طول السنة هو يبقى في حراك تشكيلي مصري. برغم ان هو كانت يعني يمكن اي ملتقى ما بيزيدش عن 5 ايام او اسبوع، وبرغم كده لكن الاسبوع ده ممكن احنا ناخده نخليه ممكن 6 شهور في نقل الاعمال الفنية وتداولها من خلال المدن المصرية المختلفة، وفي نفس الوقت كمان يبقى في تنشيط للسياحة. يعني ده في حد ذاته ان احنا نقدر نعمل ده ونقول مصر آمنة فيها الفنون راقية وجميلة وبتتعمل بشكل غير مباشر. يعني دي دعوة غير مباشرة في تنشيط السياحة أحسن من 1000 دعاية من غير ما نقول احنا تعالوا مصر، لكن احنا كنشاطنا هو اللي بيتكلم عنا يعني. الحديث عن الفن التشكيلي السعودي ربما يعني المصريين ما بيشوفوش كتير فن تشكيلي سعودي، ربما يعني شافوا لوحة أو 2، لكن للأسف المجتمع التشكيلي السعودي غير معروف في مصر، غير معروف أهم ملامحه، غير معروف أهم فنانينه. يعني وبالطبع الأتيليه في خلال هذا الملتقى عرف الجمهور اللي زاروا هذه الفعاليات، لكن احنا عايزين نوسع المعرفة أكتر بالفن التشكيلي السعودي. طيب هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان الجمهور المصري فعلا هو يعني مش مطلع على التجربة التشكيلية السعودية، ولكن ممكن الفنانين والنقاد المصريين هم مطلعين على التجربة التشكيلية السعودية. والتجربة التشكيلية السعودية حضرت بقوة برضك خلال ال10 سنوات الأخيرة، وحققت تواجد سواء في البناليات الدولية أو الترينيات الدولية. احنا كأتيليه جدة عملنا معرضين مهمين جدا يعتبروا من علامات الحركة التشكيلية السعودية. أنا عملت معرض 11 فنان سعودي في دار الأوبرا المصرية تقريبا سنة 2002. أهم 11 فنان سعودي عرضوا مع عبد الله الشيخ وطه صبان وعبد الرحمن السليمان ومهدي الجريبي وشاليمار شربطلي، يعني مجموعة من الفنانين التشكيليين السعوديين المهمين، وعبد الله إدريس وفهد الحجلان. ثم أقمنا معرض آخر 2009 24 فنان سعودي برضك، خدنا جميع قاعات قصر الفنون بدار الأوبرا المصري، واطلع في ساعتها الجمهور المصري ودهش النقاد المصريين والفنانين التشكيل المصريين بالمستوى الذي وصل إليه الفن التشكيلي السعودي، اللي هو صحيح قد تكون يعني هو حديث العهد، ولكن هو يعني تواجده الآن قوي.
هو وفي ده فنانين بيسأل. تشكيليين سعود مما لا يعني لا يعرفه الاخرين، ان الفنانين السعوديين فيهم من سافر الى اوروبا ودرس في اكاديميه الفنون في فلورنسا، زي الرواد محمد السليم وزي عبد الحليم رضوي، ومنهم من درس في كليه الفنون الجميله في مصر زي فؤاد مغربل وزي مريم مشيخ وزي منيره مصلي. كثيرين من الفنانين التشكيليين السعوديين درسوا في مصر ودرسوا في الخارج. يعني لافت للنظر ان في حركه فن تشكيلي، طفره في الفن التشكيلي السعودي، وده يخلينا نسال يعني هل سبب هذه الطفره ايه اللي حصل في المجتمع او حتى على مستوى الافراد او حركه الفن التشكيلي؟ والله دي راجعه لاهتمام الدوله اولا، وكان الممثله في الرئاسه العامه رعايه الشباب في السعوديه ايام الامير فيصل بن فهد اللي كان بيسمى امير الشباب العربي يرحمه الله، كان مهتم جدا بالفن التشكيلي، وجه كمل الدور وزاره الثقافه والاعلام السعوديه مهتمه بالفن التشكيلي وحريصه على تشجيع الفنان التشكيلي السعودي، سواء ب يعني سفره للخارج او اقتناء بعض اعماله، اضافه الى ان مجموعه من الاشخاص المهمين جدا في المشهد التشكيلي السعودي مهتمين وراعيين رعاية رائعة للفن التشكيلي السعودي، زي الأميرة جواهر بنت ماجد وزي الشيخ طلال زاهد والسيدة نادية الزهير، ودول يعتبروا رعاة حقيقيين للفن التشكيلي السعودي. هتستغربي لو عرفت مثلا ان واحد زي الشيخ طلال زاهد يمتلك، هو رجل أعمال من كبار رجال الأعمال السعوديين ومثقف جدا، يمتلك أكبر مجموعة تشكيلية مصرية في بيته، بيفتخر انه عنده قصر، كل القصر عباره عن اعمال تشكيليه مصريه فقط، ولا يضع في بيته الا، هو عاشق للفن المصري، الا الاعمال التشكيليه المصريه، بدايه من جيل الرواد وجيل الوسط وجيل الشباب، ومجموعه نحتيه لمحمود مختار والوشاحي وطارق الكومي وطارق زبادي وعصام درويش، تقريبا معظم النحاتين المصريين وصلاح حماد، توجد أعمال لهم في هذا المتحف، يعتبر متحف مصغر للفن. فده نوع برضك من الالتقاء، ان الراجل يعني حابب الفن التشكيلي المصري وحابب الثقافة التشكيلية المصرية. وعلى الطرف الآخر ان برضك زوجته بتمتلك متحف خاص بالفن التشكيلي السعودي فقط، وعندهم متحف للفن التشكيلي المصري ومتحف للفن التشكيلي السعودي. رعاة الفن دول هم طبعا سبب رئيسي في انتشار وإسراء الحركة التشكيلية السعودية. هناك رعاة حقيقيين سواء حتى في الرياض أو في مدينة جدة أو في المنطقة الشرقية، في كل المدن السعودية بلا استثناء هناك رعاة حقيقيين، ولا يقتصر الدور فقط على وزارة الثقافة السعودية، لا، ولكن المؤسسات الخاصة لها دور كبير جدا، منها مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع برئاسة الأميرة جواهر بنت ماجد، واستضافت فنانين كبار زي آدم حنين وزي فاروق حسني وزي فرغالي عبد الحفيظ وزي عمر النجدي، كل دول عرضوا وأحمد نوار عرضوا في أتيليه جدة أو في أماكن أخرى، وما فيش شك إن هم أفادوا ونشطوا الحركة التشكيلية السعودية. بالإضافة إن مؤسسات خاصة، مثلا عندك الخطوط العربية السعودية كانت تقيم سنويا مسابقة ملون السعودية للفن التشكيلي كمؤسسة خاصة، وتستدعي الفنانين المصريين الكبار ابتداء من أحمد فؤاد سليم وأحمد نوار وعز الدين نجيب وعصمت داوستاشي، وأسماء مصرية كبيرة جدا كانت تأتي لتحكيم هذه المسابقة، وأيضا إلقاء محاضرات للمتلقي السعودي. كل هذه الأسباب ساعدت في نمو وازدهار الحركة التشكيلية السعودية. وهتستغربي ان مثلا في فنان سعودي اسمه محمد الغامدي خد الجائزه الكبرى في بنال الشرق الدولي، وكان مشارك فيه كل فنانين العالم الكبار، وكانت لجنه تحكيم مصريه بالمناسبه، لم يكن هناك اي مجامله. بنالي بنجلاديش الدولي وهو واحد من اهم البناليات الدوليه، فاز بالجائزه الكبرى فنان سعودي هو الفنان هاشم سلطان. وصحيح ان اذا بنقول بنجلاديش هي قد تكون بلد فقير، ولكن بلد غني جدا بثقافته، يعني عندهم فنانين تشكيليين جيدين جدا ينافسوا ويضاهوا الفنانين العالميين. يرتبط بالطفرة بعد آخر ثقافي هو كثرة الفنانات التشكيليات. نعم. وكمان الكاتبات
السعودية، يعني بالظبط. ظاهرة احنا مش عارفين نفسرها، يعني ما أسبابها؟ هي الظاهرة، هي طبعا أنا طبعا ضد يعني حكاية إن فنانات أو فن نسائي أو فن رجل، أو هو طبعا ده فن العنصر نفسه. هي برضك تنطبق على نفس الرجل، ولكن يعني من ضمن الأسباب التوجه أكتر لعالم الفن التشكيلي أو عالم الرواية أو عالم الكتابة أكتر. يعني المتنفس، مفيش متنفسات أخرى غير الفن التشكيلي، يعني مفيش جانب مثلا مسرح، مفيش سينما، مفيش باليه، فكل الاهتمام هيتوجه الى الفن التشكيلي او الروايه. شفت بقى ده سبب ان المراه ممنوع لها، سبب منطقي جدا جدا. الجميل بقى سعادتك ان حتى الصوره تتغير حتى عن المراه السعوديه اللي هي اصبحت الان طبيبه ومهندسه وعالمه وفنانه تشكيليه وكده، ان في الورشه اللي احنا اقمناها في اتيليه العرب الثقافه والفنون جاليري ضي حضر اولياء الامور فنانات. شوف اما الراجل يجيب بنته بنفسه مبسوط وبيشجع، يعني في تشجيع للمرأة السعودية على التواجد من أولياء الأمور. بعد كان يعني الأول طبعا كان الشيء ده كان عيب وكان يعني في بيدخل في الحرمانيات وحاجات من كده، إنما دلوقتي أصبح في انفتاح على تواجد المرأة التشكيلية السعودية، وخصوصا إن زي ما بنتكلم عن الحركة التشكيلية السعودية ونقول هناك رواد للحركة التشكيلية من الرجال، هناك رائدات أيضا للفن التشكيلي السعودي. هناك الفنانة منيرة مصلي، وهي درست فنون جميلة في مصر على يد عبد الهادي الجزار وحامد ندى، وهي فنانة طليعية ومثقفة إلى أبعد مدى. وهناك فنانة صفية بن زقر درست أيضا في مصر وتمتلك متحفا خاصا لأعمالها وأعمال آخرين. هناك من السيدات زي السيدة منى القصبي أقامت مركز كبير جدا للفن التشكيلي اسمه المركز السعودي للفنون التشكيلية في السعودية. فنانات زي شاليمار شربتلي، زي رضية برقاوي، زي شادية عالم. شادية عالم دي فنانة سعودية شعار الخطوط السعودية البريطانية من أعمال الفنانة شادية عالم، وهي مثقفة، فنانة مثقفة، واختها ايضا روائيه من الروائيات العربيات. نتمنى ان يعني تكون مع حضرتك في حلقه خاصه لها جوائز، حققت جوائز، هي الروائيه رجاء عالم من الروائيات. يعني هي الروايه في السعوديه محققه بعد كبير جدا، انجاز كبير جدا سواء على مستوى الرجل او المراه. يعني الحديث عن الورش استاذ احمد، الورش والندوات التي اقيمت خلال الملتقى، ما هي اهم المحاور التي ناقشتها وكيف تناولتها؟ هو طبعا هو دور الورشه دور مهم جدا، خصوصا الموضوع بتاع الورشه هو الحضارة العربية والالتقاء العربي، هو ده أهم محور كان في الورشة. كان في محور عام للورش. يعني هو أساسا إن هو الورشة بتأكد الهوية العربية، والملتقى هو ده هدفه إن هو يأخي ما بين الدول، وخصوصا لما بنقول السعودية الدورة دي فيما بعد دورات للعراق، دورات للكويت، ودورات لكل الوطن العربي. فالمحاور اللي اتناقشت من خلالها دور الفن وايه يقدر يعمل مع الشعوب وازاي يقدر يقرب بين الشعوب. كمان فكرة المعرض ان كل فنان بيرسم زي ما هو عايز على حسب رؤيته، يعني ما فيش شرط معين للوحة معينة، ولكن هو بيرسم زي ما حتى اسلوبه اللي هو اصلا بيعمله اي فنان بيبتدي ان هو برضه يرسم بنفس الاسلوب. الورش كمان لها دور كبير جدا، ان حتى الفنانين المصريين بينهم وبين بعض ما بيشوفش بعض بفترات كبيرة جدا، ولكن من خلال الورشة بيبقى هنا بقى في التآخي وفي الانسجام الفني التشكيلي، خصوصا لما يبقى على مدى 5 أيام الفنان التشكيلي بيتواجد من خلال وجوده في المكان، فبتحس فعلا في ألفة وإن بيشيل تكلفات. ممكن واحد بيقول الفنان ده كبير أو من الفنانين الكبار مثلا بيرسم جنب منه شاب فبياخد من خبراته، وهي ده الجمال ده ان هو بيزيل يعني الحواجز بالنسبه للحواجز الفنيه.
بياخد خبرات، الشباب بتاخد خبرات من الفنانين الكبار، برغم ان ممكن الكبار ما بيشوفهمش بيرسموا ازاي او اسلوبهم ازاي او وضعهم ايه او التكنيك بتاع اللي بيشتغل بيه، الاسلوب اللي بيشتغل بيه. كل ده حاجات بتاكد ان الورش مهمه جدا، خصوصا لما نقول كمجتمع مصري ان من خلال ده يتعمل ورشه وجمهور يجي يتفرج على الورشه، وان مؤسسات كبيره تراعي ده. فممكن ده حاجه تحتذى بها. يعني ممكن غير المؤسسه في بنوك مثلا زي ما بيقول الاستاذ هشام في اي مكان، البنوك دي مهمه جدا. كان في البنك الاهلي زمان، البنك الاهلي كان بيقتني من الفنانين، دلوقتي ما عادش، برغم ان اكبر استثمار دلوقتي ثبت عالميا هو استثمار الاعمال التشكيليه، لان العمل التشكيلي بيبقى زي الذهب بالظبط. يعني النهارده بسعر، بكره بسعر، بعده بسعر، بعد 10 سنين بيبقى بسعر تاني. ففعلا الاستثمار الكبير اللي هو حاليا الطفره المتوجهه عالميا ان هو يستثمروا اموالهم في ده، وده ما بيحصلش هنا في مصر. برغم ان زي ما انا بقول لحضرتك زمان كانوا بياخدوا الاعمال التشكيليه دي مقتنيات لكل الفنانين، وده بيساعد الفنانين التشكيليين في الاجاده واستمراريه. يعني لما تلاقي فنان بيشتغل ويعمل معارض ويشتغل ويعمل معارض من غير ما حد يشجعه ومن غير ما حد يقتني منه، ولو الدوله اخذت منه عمل فبرضه بتاخده باسعار محدوده، فما بينفعش، الفنان نفسه بيبقى مظلوم. المؤسسات اللي زي البنوك دي كانت، بقول البنك الاهلي في كان مؤسسه الاهرام برضو كان من المؤسسات الكبيره اللي كان برضو بتقتني اعمال. ده بيشجع الورش دي، بيشجع الفكر وبتعيد الفكر بتاع الاقتناء، وده فكر عالي احنا بنشيد بيه، لازم يبقى فيه محسوس ومردود. يعني الوزارات مثلا الكبيره زي وزاراتنا زي الحياه الخارجيه، التعاون الدولي ووزاره الاستثمار وزي المدينه الجديده، زي مدينه القاهره الجديده اللي بتتعمل دي، في مباني كبيره جدا حكوميه بتتعمل هنا. يبقى في تعاون كبير جدا ما بين المؤسسات ما بين الفنانين، ويقدر يعمل المدينه دي تحفه فنيه كبيره جدا. الميادين تتعمل بشكل مخطط عظيم، ويبقى فيها الفن التشكيلي هو قائد المكان على اساس التذوق والفن والجمال واحساس الانسان في هذا المكان بحضارته، من خلال اعمال تشكيليه عاليه في ميادين محسوبه كويس جدا. بتعمل مسابقات على اعلى مستوى للفنانين التشكيليين ان هم يقدروا يجملوا الميادين، ممكن يجملوا مداخل المؤسسات والمباني الموجودة داخل القاهرة الجديدة. يعني العاصمة الجديدة دي طبعا عاصمة كبيرة جدا وممتازة في حد يعني هي ذاته. فكرة طبعا مهم جدا ان يكون في اسهام فني تشكيلي. يعني لحد دلوقتي الرؤية مش واضحة، وفكرة مساهمة الفنانين التشكيليين في رسمها او في تكوينها حتى فكرة غامضة جدا. يعني ما انا عشان كده بقول لحضرتك لو احنا نستطرق الموضوع ده ويتفتح فعلا، احنا زي مثلا في اوروبا بتلاقي ان قبل ما بيعمل الفيلا بيعمل الجنينة ويقدر يخطط حواليها. ما احنا هنا بنعمل الفيلا ومن قبل ما بنفكر باي حاجه تانية يهمنا المباني بس، لكن ايه اللي هيتحط جوه المبنى والعمل الفني غير معروف لغايه دلوقتي. طيب احنا في ختام هذا الحوار ربما نطرح سؤال عن المؤسسات الثقافيه الخاصه، وهل هناك معوقات لعملها في المجتمع المصري، خاصه ان وجد اكثر من مؤسسه في الفتره الاخيره؟ نعم، هو طبعا دور المؤسسة الخاصة يعني هو المفروض يكون دور مهم جدا ومهم للغاية، ان هي يعني بجانب المؤسسة الحكومية المفروض يكون في دور وتواجد لمؤسسات المجتمع المدني ويتواجد بقوة، والمفروض الدولة تشجع هذه المؤسسات الخاصة. احنا الحقيقة اما جيت اقمت اتيليه العرب للثقافة والفنون، كنا ان احنا ابتدينا يعني نشاط بشكل مذهل، واقمنا 15 معرض لكبار التشكيليين المصريين والعرب، واستقطبنا اسماء عربيه كبيره جدا من كل الدول العربيه. المؤسسه الحكوميه الممثله في قطاع الفنون التشكيليه نظرت الينا ان احنا جهه منافسه، وكان المفروض يعني انا استأتي جدا من هذه النظره، ان طبعا هم كلهم اصدقائي
يعني كان مثلا أحمد نوار رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وصلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وحمد أبو المعاط رئيس، كلهم شاركوا معنا في إقامة المعرض. ولكن القيادة الحالية ما كانش في أي تعاون على الإطلاق، بالعكس إلى الآن يعني لم يزورنا رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لم يزور جاليري ضي اللي أقام معارض 15 معرض لكبار التشكيليين المصريين، وينظروا أن جاليري ضي ده جاي ياخد دور وزارة الثقافة. بالعكس إحنا جايين يعني نتعاون سويا لرفعة ونهضة الفن التشكيلي المصري، وهدفنا في النهاية مصر، في النهاية هدفنا مصر العربية، ونرقى بدور مصر، سواء كان شخص، سواء جهة حكومية، سواء كان أي مؤسسة خاصة. هدفنا هدف نبيل وهدف مشروع جدا جدا، وبالعكس ان احنا نمد ايدينا معاكم وتتضافر الجهود لننتج شيء جميل يليق بمصر. ونحن هل ننافس انفسنا؟ هل مصر لا، احنا ننافس يعني إذا كان هناك تجويد في طريقة العمل، أو تجويد في طريقة العرض، أو تجويد في طريقة الكتيبات، أو في إضاءة الأعمال، أو ده شيء جميل ويحسب لمصر ولا يحسب لشخص في النهاية. يعني نرجو أن يختفي سوء التفاهم. يعني للأسف وقت البرنامج خلص، يعني احنا بنهنيكم على هذا الملتقى، ونرجو أنه يكون في يعني أنشطة يمكن أن نتابعها والجمهور يتابعها إن شاء الله. في ختام هذا الحوار أشكر الفنان والناقد التشكيلي هشام قنديل، كما أشكر الفنان التشكيلي أحمد عبد الجواد. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، محمد عامر يعود إليكم بعد الفاصل وفقرة خاصة عن المسرح القومي المصري.